اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. تعالوا معايا النهاردة هعمل لكم أكلة اقتصادية ومش هتكلفكم كتير. رهيبة جدا، جميلة الأكلة دي، أكلة اسكندرانية جميلة جدا. لما يكون الموظفين كده مش فاضيين، راجعين من الشغل متأخرين، فدي اسمها الأكلة المسعفة. الأكلة المسعفة جميلة جدا ومعمولة معايا هنا من غير بصل، مش مقلية بصل. هي بس المكونات كده، إلا ربع رز، ربع كيلو عدس، معلقة كمون، وكمان 2 ماجي طبعا، وملح. يلا بينا نشوف المكونات. دي هنعمل بيها ايه؟ الأكلة بتاعتنا جميلة جدا، صحية رهيبة مشبعة، جميلة جدا لولادنا، وتلات ارباع الناس بتحبها لأنها طعمة وطعمها وشكلها ايه يتعبر عن نفسها. وهنقدم معاها سلطة خضراء، وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم. يلا بينا نعملها مع بعض. و... وكمان هي مش مكلفة. التكلفة بتاعتها بس هو كيلو الا ربع رز وربع كيلو عدس، وبقية الحاجات موجودة في البيت. يعني هتعملي أكلة بحوالي 35 جنيه، مش هتاخد معاكي أي حاجة، ومشبعة وجميلة. هنبدأ بقى نحط الرز على العدس ونقلبهم كويس جدا مع بعض. ودي أهم حاجة عشان يبقى العدس والرز منتشرين جنب بعض، وهما كده لسه جافين. قلبي قلبي كده لغاية ما اندمجوا مع بعض قبل ما تغسليهم. خلاص كده قلبناهم كويس، هنبدأ بقى نغسلهم. وتعالوا بقى نروحوا للقدر على النار. حطينا القدر على النار وحطينا فيه معلقة سمنة فلاحي، بتبقى أو زبدة، بتديله نكهة وطعم جميل والكل بيحبه. عشان كده بقول لكم بيبقى طعمه جميل ولذيذ. جربوه بطريقتي هتلاقوه لذيذ لذيذ جدا. هنسيبها لغاية كده ما تسخن، وبعدين نحط معاهم. عايز تحطي زيت نباتي حطي، عايزة تحطي زيت زيتون حطي، المتوفر عندك حطي. بس معلقة الزبدة أو السمنة الفلاحي بتخلي الطعم بتاعه والنكهة في حتة تانية خالص. ماشي معايا كده، جربيه من ايد الاسكندرانية ولا تتخيلي طعمه ونكهته هتبقى رائعة جدا ورهيبة. بسم الله ما شاء الله. لازم تسيحي الاتنين في بعض وتندمجيه مع بعض كويس، واصبري عليهم كده لما القدر بتاعنا يسخن. وابدأي بقى قلبيهم مع بعض لغاية ما تحسي ان هما الاتنين يتمزجوا مع بعض وبقى حاجة واحدة. ودي اهم خطوة على فكرة. وبعدين نبدأ بقى نحط رتل مية. طبعا ال3 كوبايات رز، لو انت جايبة رز كويس هياخدوا معاكي كوباية، كوباية وربع. يعني دول ال3 كوبايات هياخدوا معاكي رتل إلا حاجة بسيطة. يعني 3 كوباية، 4 كوبايات إلا ربع، ماشي. وحطي بقى الكمون، وحطي معاهم بقى حبة شطة. وكمان ما تنسيش تحطي الماجي. وبعد ما تحطي الماجي ويغلوا مع بعض، دوقي بقى الملح بتاعك لقيتيه كويس، ولازم يكونوا بيغلوا كويس كده مع بعض زي ما انا قلتلك عشان يمتزجوا ويبقوا حاجة واحدة. لازم تمشي معايا خطوة بخطوة، وهي دي اللي تخلي الرز ده طعم وجميل ونكهته عالية. خلاص كده غسلنا بقى الرز والعدس، ونبدأ ننزل بيه بعد المية ما تغلي كويس. ابدأي نزلي واحدة واحدة. انا بغسل الرز وانقعه شويه عشان العدس، وبعدين اصفيه وابدا احطه بقى كده بعد ما يغلي. بصوا التركات والحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي، انتوا تحسوها ان هي بتطول، لا هي دي الحاجه اللي بتخلي الطعم والنكهه بتاعته تبقى جميله. خلاص كده حطيه وتقلبيه كويس جدا، برضو عشان خاطر البهارات والماجي وطعم الماجي والدنيا دي كلها يخش فيه، ويبقى طعمه ونكهته جميله. لازم كده تدمجيه كويس جدا وتسيبيه لغاية ما يغلي. أول ما يغلي بقى حطي الورق اللورة. أيوة، أول ما يبدأ يغلي حطي الورق اللورة، عشان الورق اللورة يشيل أي زنخة ويدي نكهة وطعم جميل. وأول كده ما يبدأ خلاص اتبخر وخلاص، توطي عليه وتسيبيه يستوي. وطي عليه بقى وسيبيه يستوي، هيطلع معاكي مفرفر بقى وجميل.
يلا تعالوا بقى بصوا، بسم الله ما شاء الله، اهو استوى العدس حبة من حبة، والرز جميل جدا رائع ورهيب. يلا بينا نعمل طبق السلطة. طبق السلطة ده صحي ومفيد وبيدي نكهة وطعم جميل. الطماطم، البقدونس والكزبرة، وكمان ايه، الخيار وجزراية. يلا بصوا، خبيته وريته لكم. خلاص قطعناه، طلعنا طبق الرز، وحطينا المخلل اللي احنا عملناه، وكمان حطينا السلطة بعد ما قلبناها مع بعض. بصوا بقى، وسلقت كمان 4 بيضات، ولما سلقتهم قطعت كل واحدة 2. عندك البروتين، وعندك السلطة اللي فيها كل الفايدة وكل الفيتامينات، وعندك المخلل اللي ايه، يفتح النفس ويشهي وتخليكي تاكلي بدل المعلقة 6 7 معالق تشبعي، وجميل جدا صحي ومفيد. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم. الكشري رائع.